نعرفوا اليوم في الجزائر يعني باش نطوروا شعبة الحليب وتربية الأبقار لابد من التوجه إلى زراعة الأعلاف الخضراء. اليوم في مستغانم خصوا حوض للحليب يسمى بحوض الحليب للبرجية لإنتاج الأعلاف الخضراء وأيضا إنتاج الحليب. مزرعة بن دحة بمستغانم جابوا يعني صنف جديد تاع الذرة وجربوه لأول مرة. قناة الغرفة الوطنية للفلاحة أبت إلا أن تحضر وتغطي وتشوف يعني المسار التقني لإنتاج النوع هذا تاع الذرة بحضور فلاحين ومستثمرين حتى خارج الولاية. المشروع الاساسي تاعنا في المنطقه هذه هو انتاج الحليب. احنا باش نحضروا رواحنا قمنا بهذه التجربه. اولا تجربه فيما يخص البذور، هذه نوع من البذور جديد في الجزائر. هذا الصنف هذا مخصص لانتاج العلف. هو صنف ترديف، بمعنى علاه خيرو صنف ترديف، لانه احنا في لابريود المفضله لزراعه الذره هي ابارتير الصيف، وراه ما نحصدوا المحاصيل الكبرى. تما كي نخيروا اون فاريتي بريكوس حيكون السيكل تاعها صغير، حيكون المردود اقل. ليتينيرير تكنيك هو عادي جدا، و سيت اون كولتور اون ديروبي اللي تسمح لنا اننا نستغلوا الارض مرتين في السنه. هذا من بين الفوائد تاع زراعه الذره. من بين الفوائد ايضا احنا في المنطقه هذه على تجربه تاع 3 سنوات لقينا باللي في الدوره الزراعيه بطاطا ذره كانت نتيجه مليحه. بهذه الطريقه هذه رانا لقينا اولا الحل كحل تقني باش نتخلصوا من هذيك الافه تاع النيماتود. ثانيا الاستفاده غلتين في سنه واحده. وبالاضافه الى هذا كله الجانب المادي. نسبة الملوحة نوعا ما مرتفعة، وين ما تكون الملوحة مرتفعة الإنسان يتفادى الرش المحوري. زراعة الذرة تعلى ما نقدروش نانترفونيو بلي بوندر، دونك تسمى لازم الكوت غوت باه نانترفونيو بلي زونغري ا تو مومون في الوقت المناسب. ننصحوا بلا دوز دو سومي تاع 100 غران بار هكتار للمايس للذرة للأعلاف، ومن 80,000 إلى 90,000 بدرة في الهكتار للذرة البذور. نهضروا في المناطق الشماليه للجزائر لا دات دو سومي ابارتير دو 20 ماي جوسكو 20 جويي. سيكل فيجيتاتيف المده تاع عمرها 3 اشهر 90 يوم. ما عندناش دي مرضي كريبتوغاميك. لو سول رافاجور اللي عندنا سي لا بيرال دو مايس، وكاين الجراد، وهما دو بريداتور فاسيل ا كونترولي دي انسكتيسيد على سبيكت نقدروا نتحكموا فيهم. التكلفه تاع الهكتار حتكون ما بين 18 مليون الى 22 مليون. انتاج حنا لهنا بربي ان شاء الله ننتظروا انتاج تاع 62 طن في الهكتار. باش نديروا مرحله الجني الذره العلفي اللي نشوفوا في مراحل هنا في الحبه باش نعرفوا هل الوقت وجد ولا لا. اسكو وجدت ولا ما زالت. نحكموها حبه هكذا نقسموها على زوج، غادي نحكموا غير حبه برك نقسموها على 2. هنايا اتضح لنا باللي راه فيها 3 مراحل. فيها مرحله ديغسيسمون سما دير بدات في النضج، ومرحله تكون شويه طريه عجين، ومرحله ليتو. هذا الان نقوم بمرحله الجن للاعلاف. عندنا لي باكتيري لاكتيك. واش يديروا؟ الاله هذه تاع الحش غادي ترتق الحبه. كي ترتق الحبه لي باكتيري لاكتيك واش يديروا؟ يبداو يتغداو من لاميدون. لاميدون هو السكر، باسكو هذه المرحله يكون السكر تاع لاميدون يكون مرحله اعلى،
واش تبدا تاكل هذه البكتيريا من هذا غادي دير لنا لاسيديفيكاسيون تاع لو ميليو سافا دير شنو معناتها يولي حامض كي يكون الميليو هذاك تاع البوله الانتيريور كاع ميليو حامض يحبسوا الديفلوبمون تاع لي شامبينيون لا بيان يقول لك هذه البوله غادي تقعد لك عام سي اكوز دي هادو لي بكتيري اللي يرجعونا الميليو تاعنا حامض. وعلاش البقره تاكل هذا الذره باسكو يجي حامض وكي يولي تاكل فيه والحموضه كي يكون حنا ناكلوا حاجه حامضه ومالحه شويه واش تولي تحوس تشرب ما سافو دير ماكله والماء نزيدوا في الانتاج الحليب. هذه المرة الثالثة نزوروا هذه المزرعة وين تبعنا هذا المحصول منذ الغرس وعملية التواصل تاع المحصول اللي وصل به النوعية الجديدة من الذرة العلفية مختصة العلف وين نعرفوا باللي الذرة الموجودة حاليا في الجزائر واللي موجهة عندها دبلفة علفية وحبوب. هذه ذرة خاصة بالعلف ونعرفوا الفائدة الكبيرة للذرة العلفية فيما يخص إنتاج الحليب ونوعية الحليب. الغرفة راها تتابع في هذه الأمور مع الفلاحين. واليوم كانت عندنا زيارة المستثمرة تاع السي عبد القادر بن دحام. أيوة جينا ندو فكرة عليه ونعطوا له أفكار تاعنا ونستمدوا أفكار ما يناسب المنطقة هذه والمناخ هذا. جيت باش نشوف التقنيات اللي معمول بها فيما يخص المايس، لأنني راني مستثمر في المنيعه وخاصه راني مستورد وراني نخدم توت لي زونطرون اغريكول فيما يخص هادو لي ماشين لوروبينوز وبليس لي فوشاج هادو.